الس... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد معاكم وروتين جديد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. النهاردة هنعمل مع بعض كباب حلة في حلة الضغط. مرة تانية ان شاء الله هعمله معاكم في الحلة العادية. هنا جبت الحلة، حطيت فيها معلقتين زبدة ومعلقة زيت عشان الزبدة ما تتحرقش، وحطيت فصين حبان ومستكة. وهنا حطيت اللحمة دي انا كنت مقطعاها قطع صغيرة. تقولي للجزار انت هتعمليها كباب حل عشان ايه يديكي حتة كده تستوي بسرعة. هنا بس هسيبها بس ايه تاخد صدمة كده واقلبها تقلبتين. ويا سلام بقى لو سبتها تتلدى حتة كده من تحت، مش تتحرق يعني، تتلدى حتة صغيرة كده كأنك حطاها عاملاها على الفحم بالظبط. هنا اقلب فيها لونها بدأ يتغير اهو. الحلة دي جرانيت، جوزي جايبها، هو جاي وكان بيستعملها، كان بيستعملها هناك وجابها وهو جاي. هما حلوين صراحة، بيسعفوا في حق يعني في أكلة زي دي. لو هتسلق بطاطس، ترمس، فراخ، أنا مش بحب أكلها قد كده يعني، بس قلت بحب أعمل فيها كباب الحلة، الأكل السريع كده. اهي خد لونها غير اهوت، شوحتها مع الزبدة اهو. هنا بقى نزلت بالبصل، كمية بصل محترمة، دي كانت كيلو لحمة، هنحط مثلا نص كيلو بصل، كيلو الا ربع بصل على حسب زي ما انت عايزة. هنا انا حطيت كانوا 4 بصلات كبار، يعني جنوا نص كيلو بصل كده اهو. ده قلب فيه لحد بس ما البصل ده يدبل اهو. بقى شوف نزلت ميتها ازاي. هنا بقى احط قرن الفلفل، دي سليم، هو حامي بس انا عايزاه بس تدي الحمو بتاع الحمو، مش عايز. انا كنت ضربت مع الطماطم دي بقى، انا ضربها نص ضربة مش ضربها جامد، عشان هتخلي لي الطماطم في الاخر لونها ايه احمر كده او بني. والراس التوم، وحطيت 4 فصوص توم والقرن الفلفل ده. وهنا حطيت بقى البهارات بتاعت ملح وفلفل وربع معلقة كركم وبهارات لحمة و7 بهارات. ما تكتروش يعني ايه البهارات في الاكله دي عشان ما تغيرش طعمها. يكفي يعني عشان تحسوا بطعم اللحمه كده فيه. شيلنا الطماطم هي نزلت ميه، واللحمه كانت منزله، زودتها ميه كده بس لقيتها خفت يعني الميه حله الضغط يعني تتبخر، زودتها شويه كمان. وهنا رحت قافله الحله عليها هو. اللي ما عندهاش بقى حله ضغط تحط ايه كوبايه بكوبايه، كوباية كل شوية، كوباية بكوباية، كل ما تبص على الحلة تلاقي الحلة خلصت تزود كوباية بكوباية. هنا عدت ساعة الا ربع، انا كنت عايزاها مستوية ودايبة خالص. هنا رميت قرن الفلفل اهو، وقشرت بطاطستين ورحت حطاهم عليه. عايزة من غير بطاطس براحتك، بس انا واللي عندي بيحبوها بالبطاطس. رحت مزودة المية وهغطي عليها برضه، بس ما قفلتش، انا عملت كده بس مش هقفلها. واو. و10 دقايق. هنا بقى كنت سبتها اتلدعت سنة صغيرة وزودت لها شوية المية دي للأمانة يعني، عشان أنا عندي بيحبها كده. وهنا غرفت معاكم، قلت خفت النور يقطع، دي كانت أول يوم النور يقطع فيه 3 ساعات وأنا معرفش. تاني يوم يا ربي، فقلت أصور لكم كده. هي كنت طبخة جنبها شوية رز أبيض ومخلل وكناه. وانا بقول لكم البطاطس استوت اهي واللحمه دايبه بس كانت سخنه. انا قلت لا النور يقطع. كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.